السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. نواصل التحدث عن المنتخب الوطني. نتمنى من الطاقم الفني للمنتخب أنه يبذل قصارى جهده من أجل أنه يجلب لنا لاعبين في المستوى حتى يدعم العارضة الفنية. نلاحظ أنه المنتخب فيه نقص خصوصا في محور الدفاع لابد من التنقيب من أجل إيجاد لاعبين يستطيعون رفع مستوى هذا المحور حتى نستطيع الحفاظ على عارين المنتخب الوطني. ضف إلى ذلك قد تعرض اللاعب بن ناصر مدلل الفريق، قد تعرض إلى إصابة أبعدته على ما أعتقد على حسب الأخبار التالية أنه ستبعده مدة 3 أشهر أو 4، ولذلك لابد أيضا من البحث عن بديل لهذا اللاعب لأنه له وزن كبير في المنتخب. الحقيقة تقال له وزن، حتى يتم تعويضه لابد من إيجاد، لازم النقب يكون تنقيب وتمحيص من أجل لاعب يكون خليفة لهذا اللاعب حتى يبقى يعطي المردود تاع المنتخب بهذا اللاعب. احنا لا نشك في قدرات اللاعبين الموجودين، ولكن نريد رفع المستوى قدر المستطاع حتى نستطيع المنافسة والبقاء في المنافسة والحصول على ألقاب مستقبلا، ولم لا. إذا نتمنى للطاقم الفني نتمنى للطاقم الفني أنه يبذل كل ما في وسعه من أجل جلب لاعبين يكونوا بدلاء ويقدروا يواصلوا المسيرة. إن شاء الله ربي يوفقهم، ندعو لهم احنا إن شاء الله، كان نحبوا الفريق الوطني، نتمنى إن شاء الله يخدموا ويديروا كاع ما في وسعهم من أجل باش المنتخب هذا يفرحنا ويعطي الصورة اللائقة للجزائر، لأن الجزائر من بكري كانت تفرحنا. إلى نتفكروا من نجيبوها من الكاس العام تاع 82 86 2014، أفرح ما غابتش. نتمنى إن شاء الله تزيد تواصل، وأنا نعتقد أن الجزائر ولادة وعندها لاعبين، فقط يخصنا فقط أننا نبذل شوية جهد باش نبحث على هذا اللاعبين هذول باش نوجدهم وباش نلعب بهم، ونتمنى الخير للفريق الوطني، وإن شاء الله نفرحوا وتدوم لنا الأفراح تاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.